لو ركبتي قطر غلط انزلي منه بدري، لأن كل ما هتفضلي في القطر الغلط ده الرجوع هيكلفك أكتر وأكتر. كل محطة انت بتعديها وانت في القطر الغلط بتدفعي تمن كبير قوي. مفيش أي حاجة في الدنيا ممكن تجبرك إنك تفضلي في علاقة صداقة بتكسر ثقتك بنفسك. انت عارفة لما تبقي في شغل بتحاولي تقنعي نفسك كل يوم إنه مناسب، انزلي من الدور الغلط اللي انت شايلاه وشايلي كل واحد في حياتك دوره الحقيقي، وارجعي انت كمان لدورك الحقيقي. لو لقيتي نفسك في قطر غلط انزلي منه بدري، انزلي وانت لسه قادرة تختاري ولسه قدامك الفرصة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو النهاردة فيديو مختلف شوية، لاننا هنتكلم عن حاجة انا متأكدة ان كلنا مرينا بيها بس قليل اللي قدر يفهمها صح. في واحدة زمان كانت قالت لي جملة عمري ما هنساها في حياتي، بس وقت ما هي قالت لي الجملة دي انا ما كنتش فاهمة معناها قوي. قالت لي لو ركبتي قطر غلط انزلي منه بدري، لان كل ما هتفضلي في القطر الغلط ده الرجوع هيكلفك اكتر واكتر. لحد ما كبرت وعديت بمواقف كتير وركبت قطر غلط ورا قطر غلط، قطر علاقات وشغل وناس، وقطر قرارات كنت فاكرة انها صح بس في الاخر للأسف طلعت انتوا اكيد فاهميني يعني. ومن فترة قريبة جدا افتكرت الكلمة بتاعتها دي، انزلي بدري قبل ما الطريق يطول بيكي وتدفعي تمن الرجوع اضعاف. في الفترة دي بقى فهمت معنى الكلمة دي جدا، وفهمت كويس قوي ان هي ما كانتش قصدها على القطر ولا الكلام ده، لأ، هي كان قصدها على الحياة عموما، وإن أهم حاجة لازم نعملها إننا نعرف نسيب الطريق الغلط قبل ما يكلفنا أكتر وأكتر. إحنا كبنات في حياتنا عموما بنعدي بمحطات كتير قوي وبنعدي بمواقف كتيرة قوي وبنقف قدامها ما بنبقاش عارفين نكمل ولا ننزل، وأحيانا للأسف بنخاف ننزل ونقعد نقول لنفسنا الكلام اللي احنا كلنا عارفينه، ما يمكن يتعدل، ما يمكن يتحسن، لا إن شاء الله بكرة هيبقى أحسن. بنخاف نبقى لوحدنا، بنخاف من كلام الناس اللي حوالينا، بنخاف من التغيير، بنخاف كمان ان احنا نسيب او ننزل من القطر ده نرجع خطوة لورا، مع ان احيانا الرجوع ده بيبقى هو النجاة. بس خليني بقى اقول لكم على حاجة، كل محطة انت بتعديها وانت في القطر الغلط بتدفعي تمن كبير قوي، بتدفعي تمن من صحتك النفسية، بتدفعي تمن من طاقتك ومن شبابك ومن وقتك، بتدفعي تمن من مشاعرك وقلبك. طيب تعالوا نطبق مع بعض فكرة انزلي من القطر الغلط بدري في حياتنا كبنات أو كستات، ونشوف بقى بتظهر في إيه، في علاقاتك ولا في شغلك ولا في أصحابك ولا في قراراتك. أول نقطة هنتكلم فيها، انزلي بدري من علاقة مش صح. طب يعني إيه الكلام ده يا إسراء؟ يعني العلاقة اللي معاكي مش بتكبر، مش بتتطور ولا بتديكي امان، دي مش محطة تقفي تستني فيها. العلاقة اللي كل يوم فيها خوف وفيها دموع وفيها قلق، العلاقة اللي انت بقيتي تحاولي فيها اكتر ما انت عايشة. وخليكي عارفة نقطة مهمة جدا جدا جدا، ان العلاقة اللي بترهقك دي مش محطة، دي انذار، انذار انك بتبعدي عن نفسك كل يوم خطوة. وطول ما انت مكملة في العلاقة دي طبعا بتدفعي من احترامك لنفسك، بتدفعي من وقتك، بتدفعي من هدوءك، بتدفعي من قدرتك على انك تبدأي من جديد. واوعي تفتكري ابدا ان الصعب كله في انك تخلعي من العلاقة دي او انك تسيب العلاقة دي، لا خالص. الصعب اللي هو اللي انت عايشة فيه دلوقتي، الصعب انك تفضلي جوه علاقة بتكسرك كل يوم وتفضلي ماشية في طريق انت عارفة ومتأكدة ان الطريق ده مش طريقك. تاني نقطة، انزلي بدري من صداقة مؤذية. وهنا أنا بتكلم على نوع الصداقة اللي بتاخد أكتر ما بتدي، الصداقة اللي فيها منافسة طول الوقت، فيها استغلال ليكي طول الوقت.
أو واحدة مثلًا صديقة ليكِ كل شغلها وكل كلامها معاكِ إنها تحسسِك إن أنتِ قليلة، دي مش صديقة خالص. ما فيش أي حاجة في الدنيا ممكن تجبرِك إنِك تفضلي في علاقة صداقة بتكسر ثقتِك بنفسِك. الصاحبة اللي كل أمّا تكلميها تخرجي من المكالمة أو تخرجي من القعدة دي تعبانة وشايلة هموم الدنيا كلها على كتافِك، دي بتديكِ طاقة سلبية طول الوقت. لو أنتِ بقى في القطر الغلط ده انزلي بدري علشانِك أنتِ، وخليكِ عارفة ومتأكدة إن ربنا هيبعت لِك الناس الصح، هيبعت لِك الناس العوض لما أنتِ تبقي جاهزة تستقبلي الناس دي في حياتِك. النقطة رقم 3 انزلي بدري من شغل بيموتِك بالبطيء. أنا بالنسبة لي النقطة دي بصراحة يعني مؤثرة جدًا، لإن أنا كنت في شغل فعلًا بيموتني بالبطيء، وعرفت الكلام ده متأخر. أنتِ عارفة لمّا تبقي في شغل بتحاولي تقنعي نفسِك كل يوم إنه مناسب، تقعدي بقى تقولي في نفسِك ما هو كله كده، ما هو كل الشغل تعب. أنا عايزة أقول لكم يا جماعة والله أنا كنت في تجربة شغل فعلًا مؤذية بالنسبة لي جدًا، وبعد أمّا سِبتها لأ، هو مش كل الشغل صعب، هو عشان أنتِ دلوقتي تجيبي فلوس لازم تتعبي، بس تعب عن تعب بيفرق. انت عارفة لما كل يوم تصحي من النوم مش طايقة تروحي الشغل ده، ولا طايقة الناس، ولا طايقة المكان، ولا طايقة الجو، ده معناه انك في قطر غلط. وخليكي عارفة حاجة مهمة جدا، ان انت تنزلي بدري من القطر الغلط، خصوصا في الشغل اللي بيموتك بالبطيء ده عمره ما هيكون خسارة ليكي أبدا، ده هيكون اسمه إنقاذ لطاقتك، إنقاذ لإنسانيتك، إنقاذ لحياة اللي لسه قدام. حاولي إن انتي تنزلي بدري قبل ما تلاقي نفسك بتدفعي تمن أكبر من صحتك وطاقتك ووقتك. رابع نقطة، انزلي بدري من دور مش دورك. يعني إيه برضو الكلام ده؟ كلنا كبنات أو ستات ساعات بنلبس أدوار مش أدوارنا، مش بتاعتنا، ونتعلق بيها، زي مثلا دور البنت المثالية، زي دور الزوجة اللي ما بتتعبش، اللي شايلة مسؤوليات البيت كلها على كتافها هي، دور البنت أو الست اللي لازم تظهر إنها قوية طول الوقت، دور اللي بترضي كل الناس حتى لو ده على حسابها هي. كل ما هتفضلي في الدور ده كل ما هتتعبي أكتر، وكل ما تتعلمي ان انتي تتخلي عن نفسك اكتر كل ما هتبعدي عن شكلك الحقيقي. انتي مش مطالب منك خالص ان انتي تبقي البطلة الخارقة في كل حاجة، مش مطالب منك خالص ان انتي تبقي واخدة دور المثالية. خليكي عارفة وحاطة في دماغك ان انتي بني ادمة، ليكي حدود، ليكي طاقة، ليكي احتياجات. انزلي من الدور الغلط اللي انتي شايلاه، وشيلي كل واحد في حياتك دوره الحقيقي، وارجعي انت كمان لدورك الحقيقي. النقطة رقم 5 وهي أهم نقطة، إن انت تسمعي لصوتك انت مش صوت الناس اللي حواليك. ما تسمعيش لحد بيقولك استحملي معلش، ما هو كله كده. اللي بيقول الكلمة دي هو ولا شايل همك، ولا عايش معاكي، ولا عايش في حرقة الدم اللي انت عايشة فيها. اللي يقنعك ان ده احسن من مفيش، لا خليكي، او يحسسك ويقلل من وجعك ويقولك انت اوفر، ما تكبريش الموضوع. اللي بيقولك كده ما يعرفش تمن اللي بتفقديه كل يوم. اسمعي صوت قلبك، اسمعي احساسك، اسمعي اللي جواكي، لان محدش هيعيش حياتك غيرك انتي. النقطة الاخيرة، انزلي من القطر الغلط قبل ما تدفعي تمن أكبر. خليكوا عارفين إن أغلب البنات اللي اتأذوا ما اتأذوش عشان هم اختاروا غلط، اتأذوا لأنهم اختاروا بإيديهم إنهم ما يكملوا في الطريق الغلط ده، مع إن قلبهم وإحساسهم من جوه كان دايما يقول لهم القطر اللي انت راكبه فيه ده مش بتاعك، انزلي منه. بس للأسف احنا كبنات بنتعلق بذكرى، وبنتعلق بأي أمل، بنتعلق بصورة احنا رسمناها في دماغنا وحبينا ان احنا نعيش فيها. بس خليكي متأكدة ان التعلق عمره ما كان سبب يخليكي ان انت تعيشي او تكملي في رحلة بتستنزفك وبتأذيكي. وخليكي متأكدة ان انت لو قررت ان انت تنزلي من قطر غلط ومن طريق غلط عمرك ما هتطلعي خسرانة ابدا. انت هتخرجي من القطر الغلط ده واحدة اعقل،
أنضج وأقوى وأوعى أكتر بنفسك. وكل طريق غلط انت بتمشي فيه شوية بيكشفلك حاجة وبيفهمك نفسك أكتر وبيوريكي إنك تقدري تقومي من تاني من غير ما حد يسندك غير ربنا طبعا. ويمكن ربنا بيكشفلك وبيطلعك من الأماكن دي علشان ينظف طريقك مش عشان يعاقبك. في الآخر لو لقيتي نفسك في قطر غلط انزلي منه بدري، انزلي وانتي لسه قادرة تقفي على رجليكي، انزلي وانتي لسه قادرة تختاري ولسه قدامك الفرصة مش مجبرة، انزلي وانتي لسه شايفة الطريق قدامك. وخليكي عارفة ان الرجوع مش آخر الدنيا، أحيانا الرجوع بيكون أول خطوة للطريق الصح، أول خطوة لنفسك الحقيقية، أول خطوة لحياة شبهك وتستحقك، مش حياة بقت مفروضة عليكي خلاص. وزي ما قالولي زمان، كل ما هتفضلي في القطر الغلط كل ما الرجوع هيكلفك أكتر وأكتر. فالحقي انت كمان تنزلي من القطر الغلط قبل ما الفرصة تفوتك. وبكده أكون وصلت معاكم لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناة. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. يلا باي باي.